استني بس، رايحة فين؟ أول لما هتشوفيني ضفت الرز على الموز هتقلبي على طول. بس لو صبرتي بس معايا دقيقة واحدة هتقولي نشوى النهاردة عاملة لنا اختراع ايه؟ نينجا. يلا مع بعض نكمل الفيديو للآخر، ولو عجبكم شجعوني بلايك ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. بيني وبينك فكرة ان احنا نضيف رز على الموز ديت ما كانتش داخلة دماغي، بس لما جربتها عرفت حقيقي قد ايه الاختراعات ديت بتبقى حلوة قوي. جبت 3 موزات وقلت يا نشوى جربي في مقدار يكون صغير عشان لو ما عجبتكيش ما تخسريش كتير. ومعايا كوباية من الرز كنت غسلاها ونقعاها لمدة 10 دقايق طبعا متصفية. ضفت الرز بقى على الموز ورحت في حلة كده وضفتهم على النار، عليهم كوبايتين كبار من المية، وكمان هنا انا ضفت نص ليمونة بس بره التصوير. هسيبهم على النار لحد لما الرز يستوي معايا، بمعنى اصح كل لما المية بتاعتك تقل هتضيفي مية كمان. عقبال ما الرز بقى يستوي رحت بقى جبت كوباية من السكر وبعمل صوص الكراميل. بستنى لما السكر يدوب خالص وبعدين اقلبه واضيف عليه نص كوباية من الحليب. كمان بنقعد بقى ندوب فيه وبعدين نضيف ليه معلقه صغيره من الزبده او السمنه المتاحه عندك. يعني انا مش عايزاكي هنا تقلقي خالص لما تلاقيه بيكتل معاكي، سيبيه وافضلي قلبي فيه لحد لما يعمل صوص كده متماسك. في الوقت دوت رجعت بقى للرز والموز بتاعنا، لقيت الرز استوى ما شاء الله. ضفت عليه كوبايه كبيره من السكر، عليهم كوبايه من الحليب، عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، ولو يكون عندكم فانيليا سايله بتكون افضل كتير من الفانيليا البودر، بس انا الحقيقه النهارده ما عنديش. جبت بقى الهاند بلندر وابتديت ان انا اضرب كل المكونات ديت مع بعض، وهاتك يا ضرب. ما عندكيش هاند بلندر ممكن تستخدمي الخلاط بتاعك، بس اهم حاجه الحله على النار، والنار هنا كانت على هادي خالص. قلبتهم تقلبتين وهسيبهم لمدة 5 دقايق بس تبقبق كده معايا، وهقفل عليها النار خالص. لو اوصفلك قد ايه هي اصلا ريحتها حلوة، ريحتها بصوا اللي هياكلها هو مش هيبقى عارف هو بياكل ايه، حاجة كده طعمها حلو. موز بقى مع الكراميل اللي هنضيفه دلوقتي، حاجة اختراع يا جماعة. بتضيفيها بقى في كاسات اللي متاح عندك، وكمان بتجيبي بقى صوص الكراميل اللي احنا عملناه وتروحي ضايفه من فوق الوش. بالمناسبه اللي مش حابب يضيف صوص الكراميل ممكن بقى شويه مكسرات عندك، شويه قرفه كده من فوق الوش. عندك مثلا صوص شوكولاته اللي هي الشوكولاته الخام تدوبيها وتعمليها في البيت، كل ده مش هيقول لا. بس اهم حاجه تسيبيها تهدى خالص كده في التلاجة وتسقعيها بمعنى اصح، وتاكليها وتتبسطي وتقولي لي تسلم ايدك يا نشوتي، والله على الجمال والاختراع. حاجه كده ببلاش يا جماعه. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا ابدا ان انتوا تشجعوني بلايك كتير وشير كتير. بستنى دايما كومنتاتكم الحلوه، وعايزاكم تكتبوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.